السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا محبين هواية الصيد، ايا كان القناة اللي بتحبها بقى. قال لك الصفرة اشد بكتير من الحمرا. واحد الله كده وصلي على النبي. يعني في قناة كبيرة نزلت خلصنا من المادة الحمراء، واكيد ناس كتيرة جربتها. قلت لكم يا جماعة الكلام ده اونطة فاونطة، مفيش حاجة اسمها مادة. في حد دلوقتي يعني ده الذكر اسمه قناة كبيرة وعليها الافات، قال لك المادة الصفراء بتجيب السمك من تحت الأرض. سيبك من المادة الحمراء وجرب المادة الصفراء بتجيب السمك بقى من تحت الأرض. يا سلام. عبارة عن إيه بقى؟ يعني جايب لك سمك البسارية ومجففه وطحنه وشوية دقيق أو شوية وشوية بتاع لون أصفر وضربهم في بعض وعجنهم وهي دي المادة بتجيب السمك من تحت الأرض، وإحنا مجربينه في يا جماعة يا جماعة، يعني ما تكرهوش الناس في الصيد والنبي، يعني ما تكرهوش الناس في هواية الصيد. يعني عشان واحد يعمل الهري اللي انت بتعمله ده ويتنوا اسبوع وعشرة ايام بيظبط علشان يطلع يصطاد ويطلع يلاقيها بلح السنين، فانت بتكرهه في الصيد، بتكرهه الناس في هواية الصيد. لو انت فاتح قناتك علشان فيديوهات وربح وربنا يزيدك والكلام واللايكات والكلام ده كله، يا سيدي ما انت الناس هتكره الهواية، مش هتطلع واحد ورا واحد ورا واحد هيكرهوها. ما فيش الا الناس القديمة، والناس القديمة وفاهمة مش هتسمعك. فيعني رفقا شويه بالناس، رفقا بلاش يعني، معلش بلاش تأليف يعني. تعمل حاجة وتخلي واحد يعملها ويطلع. يا جماعة أراهن أي حد أيا كان النيل اللي ورايا اللي أنت شايفه ده، إن خدت منه سمك بالتسفيرة اللي طالعة الجديدة، إن كانت المادة الحمراء اللي عملوها، وأنا مرضتش أتكلم عليها لكن حد حبيبي حد نزلها على القناة بتاعته، والمادة الصفراء اللي منزلها الأستاذ حسن بطوط، ولا معلش بقى يعني. فيعني انا راهن اي حد لو جيت النيل وراه هنا المايه الواسعه دي وجاب البسريايه اللي انت عايزه، يعني على اللي انت عايزه، لو جاب البسريايه من المايه الواسعه اللي ورايا دي. فانتوا بتكرهوا الناس في هوايه الصيد. قصه الماده الصفراء والماده الحمراء كل ده اونطه. السمكه بتاكل على المرعى بتاعها. اصبر عليها واحد الله، انا لا محتاج منك لايك ولا محتاج منك مشاركه، انا عايز افيدك يعني. اللي يعرفني كويس انا لا محتاج لايك ولا محتاج مشاركه. انا عامل القناه دي كانت لحبايبنا واللي يتعلم معلومه كده يعني الواحد ياخد عنها ثواب وانا اتعلم برضو معاكم. ف... فاصبر كده، ما تجريش ورا الفيديوهات وخلاص عشان ما تطلعش تتعقد. لو انت في الصيد على قدك زي نوبة حالاتي كده، ادينا انا وانت بنتعلم مع بعض يا سيدي. لو انت علامة وعندك الخبرة الكبيرة انا بتعلم منك، يعني ما ما تقولش قال او عمل او كان او عندك معلومة ضيفها. يعني انت شفتني قلت حاجة، في ناس تقول اصل يا باشا انت معلم. هو مثلا واحد طالع من مع والده زي الناس اللي انا معاها دي، والده كان بيصطاد معلمه الصيد وكان استاذ، وده مثلا نسبة كبيرة زي مهنته او مصدر رزق ليه، فربنا صارف له فيه، فهو متعلم عنده الخبرة. زي واحد انا وانت مثلا بنطلع نصطاد كل اسبوع يوم ولا يومين ولا يمكن كل اسبوعين، فطبعا ده كل يوم بيصطاد كل يوم على المية وناس كتيرة معلماه. احنا حد بيديك المعلومة اللي هو كده عشان انت حبيبه، يعني انت صاحبه فبيديك المعلومة، غير كده محدش هيديك. والله بتبقى قاعد على والله انا ببقى قاعد على المية مع ناس ويجي حد يسأل الاقيه بيضلل. يا عم ليه؟ يقول لك يا عم اسكت، ما لما كلها يصطاد احنا هنعرف نقعد ولا هنعرف نصطاد ولا. فبديك المعلومة الفيديو ده. احنا دلوقتي الجو دف اهوت. الفيديو اللي جاي انزل لك فيه سمك كويس جدا. يعني احنا جبنا سمك بس الفيديو ده هيطول شوية فهنزله لك الفيديو اللي جاي. الجو دف، احنا داخلين على نص اتنين اهوت والجو دف. يعني تخش على الحواش. الايام اللي فاتت كنا بنشتغل على ارض الخشنه، يعني الارض الخشنه عشان الناس تقعد تقول لي ارض الخشنه وتقعد بس، يعني الفيديو ده هنعمله شرح. الناس بتقول لي الارض الخشنه وايه الارض، يعني الارض الخشنه يا صاحبي يعني ارض من تحت بتبقى مبطنه حجاره، مبطنه زلط من تحت. يعني عند مثلا الكباري، الكباري العاليه مش مساقط الكباري، الكباري فيه حتة كباري تلاقيها فيها عالية. عند المطبات اللي في البحر بيبقى في حتة خشن. الأرض من تحت معنى خشنة يعني الأرض من تحت مش حوش ولا طين. الأرض من تحت بتبقى لا زلط
لا حجاره لا دبش، ارض خشن، دي بتاخد عليها السمك اليومين اللي فاتوا. طب السمكه ما كانتش بتاكل في الحوشه ليه؟ السمكه كانت لابده في الحوشه خايفه، الجو ساقعه والبحر مش مظبوط. الميه ابتدت تنزل والجو يدفي، خلاص السمكه هتبتدي تخرج من الحوشه تاخد. والسمكه الكبيره هي اللي في الحوشه، يعني السمكه الكبيره اللي تعرف تاخدها من الحوشه. فاليومين دول الفيديو اللي جاي ده انا منزل لك فيه سمك من قلب الحوش، خدت بالك؟ بس انا يعني كنت بصطاد لوحدي، في التصوير مصور نفسي كده، بس منزل لك السمك وبفيدك يعني هتطلع تصطاد فين والكلام ده كله. فهتاخد السمكه بتاعتك من قلب الحوش، وسمكه الحوش تبقى كبير. طب احنا خلاص نص 2 15 يوم سمكه المرام تظهر. يعني الناس عارفه يعني ايه سمكه المرام. سمكه المرام ديت اللي هي السمكه الحمراء بتبقى كلها احمر دي، اللي بيشتغل على البحر الفرعوني عارفها، بس هي بتظهرش في البحر الفرعوني الا بعد شهر 4. انت تشتغل عليها بالريم من هنا، هتاخدها كمان 15 يوم الجو دف وخلاص السمكه سرحت. هتمسك بقى الجسور والطينه والجرف اي حد هيصطاد في الوقت ده هياخد سمك. ليه؟ السمكه فتحت بقها. في دوار بتاكل ودوار ما بتاكلش. ليه؟ انت لازم تحرك نفسك. اليومين اللي فاتوا دول كنت تحرك نفسك شويه، ما تقفش على الدور ما بتاكلش بس السمكه ما بتاكلش، لا السمكه بتاكل، بس مثلا كانت بتاكل عض الخشن ما بتاكلش على الحوشه. فانت حرك نفسك. حد يقول لك اصل الدور ده فيه سمك. ما فيش حاجه اسمها الدور ده فيه سمك. الدور ده فيه سمك لان السمكه بس راكباه لظروف معينه، ظروف الميه، ظروف الجو، لظروف معينه. ممكن اسبوع الجو يغير، الميه تزيد، الميه تقل، السمكه بتسيب الدور ده. فما تربطش نفسك على حاجه اسمها، ما فيش حاجه اسمها دور. حط قاعده كده، ما فيش حاجه اسمها دور. اللي بتاخد منه سمك الشهر ده ممكن من الشهر الجاي ما تاخدش منه حاجه خالص، واللي ما بتاخدش منه حاجه خالص ممكن بعد اسبوعين 3 تلاقيك بتاخد منه حمل. فما تربطش نفسك بحاجه اسمها دور. حرك نفسك طول ما السمكه ما بتاكلش، حرك نفسك. جرب هنا، جرب هنا، جرب هنا. وما تاخدش معلومه من حد يعني معرفتك بيه قليله ان هو امر مسلم بيه. لا 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 لا. انا قلت لك كتير، انا شفت على الميه كتير ناس كتيره بتضلل بعضيها ليه ما مش عارف. فعادي، ما مش ده موضوعنا. انا حبيت اكلمك على حوار الميه الصفراء والكلام الفارغ اللي هو بيتعمل ده. والناس كانت في الاول يعني ركبت شير في الخير والزريعه ومش الزريعه. انا كلمت الناس ديت كتير جدا انها تيجي ترمي عندنا زريعه بوري او ترمي عندنا زريعه حشايش على حسابنا، يعني كنا ندفع ثمنها. وحاضر ونعم. وفي الاخر عرفت ان هي قصه سبوبه وشير في الخير بس، وترند والقناه تكبر والكلام ده كله. لكن غير كده كله كان اونطه في اونطه. لكن في قنوات محترمه وقناه ما بتنزلش الا يعني انا عن نفسي بتكيف لما بتفرج عليها وبنبسط، لاني لا باخد معلومه، باخد منها معلومه. الميه نزلت، الميه بتعمل شيء قاعد على الميه. يعني الحاج محمد المصري ووائل ومجانين صيد، في كام قناه كده الله اكبر عليهم، ناس محترمه بصراحه. يعني لا عجينه ولا التسفيره ولا الكلام الفارغ ده. العجينه والتسفيره والكلام ده اللي هو في كفر الشيخ وفي الشرقيه وفي الحتت دي يا جماعه ده صرف مزارع. طيب اقول لك على حاجه، هات بسكوت من المحل واطعمه، لو ما خدتش بيه سمك اكتب لي انا ما خدت السمك. بسكوت، مش هقول لك انا يعني زفر واعمل والكلام الفارغ ده. ده متر في بيصطاد، في متر في متر في صرف مزرعه، وهي السمكه اصلا اتربت على العلف، فاي حاجه بتنزل لها بتاخدها. انا طولت عليك الفيديو ده، بس الفيديو الجاي فيه شويه سمك محترمين. بس انا بصراحه الموضوع لفت نظري جدا. الميه الصفراء ولا الماده الصفراء بتجيب السمكه من تحت الارض. كلام معلش انا اسف، كلام فارغ يعني. خليك معايا عشان الفيديو الجاي فيه سمك كويس جدا. في حاجات ممكن اكون نسيت اقولها، اسال ودينا بنتعلم مع بعض. ولو انت معلم يا عم علمنا معاك، لو عندك معلومه اضيفها لنا وتاخد برضو ثوابها. يلا نشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.